المنتخب الجزائري أنهى النصف الأول من المباراة متفوقا ب12 مقابل 9 أهداف. وخلال الشوط الثاني اشتد التنافس بين المنتخبين، لكن خبرة الجزائريين مكنتهم من حسم المواجهة وبفارق 3 أهداف. وفي المجموعة ذاتها حقق المنتخب المغربي انتصاره الأول بفوزه على منتخب الكونغو ب36 مقابل 23 هدفا. المنتخب المغربي كان الأفضل منذ البداية وسيطر على مجريات الشوط الأول لينهيه متقدما ب17 هدفا ل12، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني موسعا الفارق في النهاية إلى 13 هدفا. وضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة إفريقيا لكرة اليد، انتزع المنتخب المصري صدارة المجموعة بفوزه على نظيره الكاميروني ب33 هدفا ل22. المباراة سجلت أفضلية واضحة للفراعنة الذين أنهوا الشوط الأول متقدمين بفارق 7 أهداف بواقع 18 ل11 هدفا، قبل أن يواصلوا تفوقهم في الشوط الثاني ويوسعوا الفارق مع نهاية المباراة إلى 11 هدفا، محققين انتصارهم الثاني تواليا. وفي البطولة الإفريقية دائما حققت سيدات الجزائر فوزهن الأول على نظيراتهن الكاميرونيات ب26 هدفا ل21 بعد تعادلهن أمام سيدات السنغال في المباراة السابقة. الجزائريات أنهين الشوط الأول متفوقات ب13 هدفا ل8، وحافظن على تقدمهن في الشوط الثاني لينهين اللقاء بفارق 5 أهداف.